طبعا هناك كما قلت الآن وحسب الإعلام الإسباني فإن إسبانيا تسعى إلى تسليم المراقبة المدنية للطيران المدني إلى المملكة المغربية بعد أن كانت تراقب حركة الطيران المدني من مدينة من جزر الكناري. وهذا هذا الأمر يتعلق بمعاهدات طبعا نعرفها في معاهدة الطيران المدني كمعاهدة شيكاغو، معاهدة ترعاها هيئة الأمم المتحدة فيما يضمن السلامة الملاحة المدنية. والآن المغرب سيكون كذلك مستقبلا في إطار هذا الانفراج المهم الاقتصادي التي تستعرف كذلك الصحراء المغربية، ليس فقط بالدفع بميناء الأطلسي على شاكلة ميناء طنجة المتوسطي وهو ميناء الداخل الأطلسي، ميناء مهيريز، إعادة إعمار مدينة القويرة وإنشاء ميناء مهم بها إلى جانب ميناء مهيريز سيقوم بتصريف المنتجات التجارية إلى القارة الإفريقية. ولكن نقول أنه كذلك اليوم سنرى مشاريع مستقبلية من خلال توسعة مطار الداخلة الحسن الأول، مطار العيون، كذلك إنشاء مطارات أخرى في السمارة وفي بوجدور، وكذلك مطارات قريبة من الحدود المغربية الموريتانية، ولدعم ممر القرقارات والممر الجديد الذي تم إنجاز أكثر من 70% منه، وهو ممر الذي يمر من أمقالة السمارة، والذي سيقضي على مراكز تغلغل الجماعات الإرهابية من خلال كذلك دفع المغرب بإزالة المنطقة العازلة التي كان قد وضعها رهن إشارة بعثة المنصور لمراقبة إطلاق النار، والحال أنها أصبحت منطقة يتحرك فيها جماعات إرهابية تهدد الأمن والسلام بالمنطقة وتهدد أمن وحدود المغرب وموريتانيا وباقي الدول التي تسعى جاهدة إلى الاستفادة من التجربة المغربية، إلى الاستفادة من الريادة المغربية لإفريقيا. وهذا ما لا ترضاه لا الجزائر ولا جنوب إفريقيا باعتبارهما بلدين ظل وإلى اليوم يريدون التحكم في منظمة الاتحاد الإفريقي، التحكم في الدول الإفريقية عبر وسائل أصبحت متجاوزة. حتى هذه الدول أصبحت تنظر في المغرب من خلال مرافعاته حول الهجرة، من خلال مرافعاته حول حقوق الإنسان، والحال أن المغرب الآن على رأس المجلس الأممي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإنه يدعم في إفريقيا الديمقراطية، يدعم حقوق الإنسان، ويدعم إيجاد حلول بديلة للهجرة غير النظامية من خلال المرصد الإفريقي للهجرة. لا ننسى كذلك التعاون المغربي الإسباني عبر دول البحر الأبيض المتوسط فيما يخص فيما يتعلق بالهجرة النظامية، ولسنا بعيدين عن روح الرباط الذي جمع برلماني البحر الأبيض المتوسط وخرجوا بتعزيز مكانة المغرب في ملف الهجرة، وفي أنه لا بد أن نراعي في هذه الهجرة حوكمتها من خلال احترام حقوق الإنسان، من خلال الدفع بوسائل للحد من هذه المعاناة. طبعا هذا الأمر لن ترضى به جارتنا الشرقية، لن يرضى به أعداء الوحدة الترابية للمملكة، لن يرضى به كل من يرى في المغرب أنه أضحى قوة صاعدة. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.